أنا كنت فاكرة نفسي لقيت الراجل اللي كنت بحلم بيه طول حياتي. اسمه كريم، شاب مهندس متربي ابن ناس وطول بعرض. الكلمة منه برقبتها والضحكة منه كانت بتطمن قلبي اللي كان متكسر من سنين. قابلته أول مرة في فرح صاحبتنا المشتركة وكان باين من أول نظرة إنه مهتم. قرب، اتكلم، ضحكنا وبسرعة بدلنا أرقام. ومن هنا بدأت الحكاية. كل يوم مكالمة، كل يوم رسالة، كل يوم كلام بيكسر الوحشة اللي كانت ملياني. وأنا الطيبة المغفلة فتحت له قلبي واديت له مفتاح دنيتي. كريم كان مختلف، مش بيطلب، مش بيضغط، دايما بيشيل همي أمل همه. وفي عز ما كنت بقول خلاص ده هو الراجل اللي هشيب معاه، بيه هو قال لي عاوزك تبقي مراتي، بس في سر بيني وبينك لازم تعرفيه الأول. قلبي ورع وسألته بارتباك، سر إيه يا كريم؟ برد وهو بيبصلي بعيونه اللي كانت دايما بتحكي من غير ما يتكلم. أنا مرتبط قبل كده ولسه ما خلصتش كل حاجة، بس أنا بحبك انتي وعاوزك انتي. سكت، حسيت الدنيا بتلف. أنا مش بتاعت نص فرصة يا أبيض يا أسود، بس حبيته وكنت فاكرة إني ممكن أغيره. وقلت له هستناك بس ما تكدتش عليا. وهو وعد وقال لي عمري ما هكدب عليكي، انتي كل حاجة في حياتي. بس اللي ما كنتش أعرفه إن ده كان أول كدبة، وإن اللي جاي كله كان سكة ما فيهاش رجوع. عدت الشهور وأنا عايشة على أمل إن كريم يخلص اللي وراه ونبدأ حياتنا سوا. كان دايما عنده حجة، الموضوع معقد، هي مش راضية تسيبني في حالي، اديني وقت وكل حاجة هتتحل. وكل مرة كنت بصدقه وطبطب على نفسي وأقول اللي بيحب يستحمل. بس قلبي بدأ يشك، مش علشان كدبته، لأ، علشان كنت بشوف لمعة غريبة في عينيه لما بيتكلم في التليفون، لمعة مش بتاعتي. وليلة ورا ليلة بدأت ألم خيوط مش مريحة. مرة شفت مسد كول من واحدة اسمها نوسة، سألتوه قال لي دي بنت خالتي بتطلبني في شغل. ومرة تانية كنت معاه وموبايله رن، قام بسرعة وخرج بره الأوضة يكلم. دخل بعدها متوتر وبيقولي شغلي بلخبط اليومين دول، سامحيني لو مكسر معاكي. بدأت أحس إني على الهامش، إني محطة عبور مش نهاية مشوار. وفي يوم وأنا قاعدة على السوشيال ميديا ظهر لي حساب غريب، بنت منزلة صورة ليها في كافيه، والكافيه ده أنا كنت فيه مع كريم من أسبوع، وكان باين في المراية الخلفية هو قاعد قدامها ماسك إيدها. مش بس كدب عليا، ده بيخوني كمان. ساعتها دماغي ولعت، بس مرضتش أواجهه على طول، قلت استنى أشوف لسه كام وش هيتقلب. وبدأت ألعب على تقيل، طلبت منه يشوفني، قال لي مشغول. قررت أروح عليه فجأة ويا ريتني ما روحتش. دخلت قلبي بيخبط، مش عارفة ده توتر ولا إحساس بالقرف اللي جاي. طلعت خبطت، محدش فتح، بس الباب ما كانش مقفول كويس. دفعته ودخلت. الصالة كانت ضلمة بس صوت الضحك كان جاي من جوه. قربت وفتحت باب الأوضة بالعافية ولقيت اللي عمري ما كنت أتخيله، كريم نايم في حضن نوسة اللي قال لي إنها بنت خالته، وكانوا بيتفرجوا على نفس الفيلم اللي كنت أنا وهو بنتفرج عليه في أول هروبة لينا. ما تكلمتش ولا زعقت ولا حتى دموعي نزلت. بصيت له وهو اتجمد في مكانه ولفيت وخرجت. بس قبل ما أخرج قلت له جملة واحدة، أكتر حاجة بتوجع مش الخيانة، لأ، اللي يوجع بجد إنك تبقى رخيص في عين حد كان شايفك بالدنيا كلها. من بعدها قفلته من حياتي تماما، غيرت رقمي وقفلته من السوشيال، بس سبت له آخر رسالة، مبروك عليك نوسة، وقول لها تشيلك لما تقع زي ما أنا كنت بشيلك وانت واقف. خلصت القصة، بس الحكاية سابت علامة. الدرس اللي يخونك مرة يبيعك طول العمر، والحب الحقيقي عمره ما يجوعك ولا يخليك تاكل من فتات حد تاني. لو عجبتك القصة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناة إيناس حامد، واستني دايما الجديد لأن اللي جاي أقوى بكتير.